يعني اعتراض عضو داخل الحكومة وبقائه عن اعتراض مواطن في الشارع المصري أو اعتراض عضو برلماني. أعتقد أن تشكيل الحكومة غير متناغم. لما حدث تدخل في تشكيل الحكومة تحديدا من الدكتور البرادعي أدى إلى أن هناك يعني أيديولوجيتين داخل الحكومة بتؤدي في الآخر إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تتخذ قرارا موحدا لتسري به في الشارع. طيب، يعني قلتم أو طالبتم الحكومة بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لأن يعني الحكومة في حرب مع الإرهاب، ومرة أخرى يعني في مواجهة مع عنف الإخوان، ولكن يعني مطلبك هذا هو أساسا ما يسعى إليه يعني عناصر الإخوان لإفساد كما يقال يعني العملية الدراسية وتعطيل الحياة الاعتيادية للمصريين. طيب سيدي الفاضل، يعني بكل وضوح إذا لم تكن الحكومة تستطيع أن توقف هذه التظاهرات داخل الجامعات التي تؤدي إلى عنف يومي فعليها أن توقف الدراسة، لأن اللي بيحدث الآن في الشارع المصري هو يعني إرهاق للمواطنين يوميا، عنف يوميا، تحطيم لممتلكات خاصة للشعب المصري، تحطيم للجامعات. يعني لا أعتقد أن الحكومة لا تعلم أن بالغد هناك تظاهرات داخل الجامعة أو غيره. يعني ماشي، لابد أن تكون الحكومة لديها معلومة على الأقل. يعني هل الحل أستاذ محمد نبوي، الحل هو إغلاق وتعطيل الدراسة، أم المفروض يعني هنا أعطي نفسي كأني لو كنت مصري، طبعا أنا لا حق لي أن أقول ذلك، أقصد فيما يقوله الآخرون أنه المفروض مواجهة هذا العنف وليس تعطيل الدراسة. طيب سيدي الفاضل، الحكومة طلبناها بمواجهة العنف مرات عديدة، ولكن الحكومة لم تستطع التفرقة حتى في الاعتصام اللي كان داخل جامعة القاهرة من مجموعة من الشباب اعتراضا على وفاة صديق لهم عن ما حدث من الإخوان. وهؤلاء الشباب اللي اعتصموا داخل الجامعة حين خرجوا بمسيرة من جامعة القاهرة إلى ميدان التحرير أدوا إلى أن الإخوان دخلوا ميدان التحرير ورفعوا شعاراتهم المعتادة داخل ميدان التحرير. يعني أعتقد الحكومة ليس لديها أي رؤية، فعلينا إما أن تقال الحكومة إما أن تتخذ الحكومة قرار بوقف الدراسة، وهنا تثبت الحكومة فشلها الذريع، وعلى الشارع المصري أن يطالب يعني أو أن يأخذ إجراء واضحا بتغيير هذه الحكومة، لأن الشعب المصري اللي عمل إنجاز في 30 يونيو في الشارع المصري يستحق أكثر من ذلك. أمال وطموحات الشعب المصري من هذه الحكومة في هذه المرحلة يعني أعتقد أن هي يعني طيب، يعني لم تصل الحكومة الحالية إلى 1% منها. طيب محمد، يعني قلتم بأنه إقالة الحكومة بات مطلبا شعبيا. في الواقع أليس يعني هذا الشعار مبالغ فيه؟ يعني ربما هناك من يقول لك المفروض أن تقول بات مطلبا لحركة تمرد، وليس أن تتحدث بلسان الشعب المصري ككل، وإن كنتم قادرين قبل فترة يعني على حشد ملايين الناس. طيب أولا احنا لم نتحدث باسم الشعب المصري، ولما ذكرت في تصريحاتي أن إقالة الحكومة أصبحت مطلبا شعبيا ده بناء على الآراء اللي بتجيلنا من الشارع المصري اللي بنستمعها يوميا من الشارع المصري. وأدعو رئيس الحكومة بنفسه أن ينزل إلى الشارع ويستمع إلى آراء المواطنين في شخصه وفي أداء حكومته. يعني أعتقد أن يعني أي شخص يريد أن يتأكد من هذه التصريحات عليه أن ينزل إلى القرى والنجوع ليتأكد من المواطن المصري ماذا يحس من هذه الحكومة، ماذا يشعر يعني من أداء الحكومة في هذه المرحلة. الحكومة يعني فاشلة في الرؤية الاقتصادية، فاشلة في الرؤية السياسية، فاشلة في الرؤية المجتمعية. يعني لم يتسنى للحكومة أن يعني طيب مثلا يعني قمتم مرة بحملة توقيعات، صح؟ قمتم بحملة توقيعات هذه المرة لكي تثبتوا يعني للحكومة بأنه يعني أدائكم في الشارع المصري لم يعد هناك الكثير من المصريين راضين عنه، فلماذا لا تقومون بحملة توقيعات جديدة يعني إظهار الدليل على أن الأداء الحكومي غير مرضي عنه في الشارع المصري؟ طيب يعني خليني أوضح لحضرتك نقطة مهمة، أن الأمر لا يستدعي هذا الموضوع. الحكومة نفسها تشعر أن شعبيتها باتت صفر في الشارع المصري، والدليل على ذلك أن الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء خرج في تصريحات من أيام قليلة في الجرائد المصرية ليحدث الشعب المصري ويتحدى الشعب المصري ويوضح لهم إن إذا كنتم تعتبرون أن الحكومة طابور خامس فشوفوا لكم حكومة غيرها. يعني نائب رئيس الوزراء تخيل أنه فوق الشعب المصري وفوق إرادة الشعب المصري، فتحدى الشعب المصري
تصريحاته، فده يعلم جيدا رأي الشارع المصري في شخصه وفي أداء الحكومة. الأمر واضح جدا. الحكومة يعني ابتدى الشارع المصري أن يعلق عليها بتصريحات من أكثر من شهرين، بداية من حكومة الأيادي المرتعشة وحتى الآن لأنها حكومة فاشلة. يعني أعتقد أن علينا أن ننظر بالفعل إلى تغيير الحكومة بطريقة فاعلة. نحتاج إلى حسم الحكومة ضد العنف والإرهاب الممارس. يعني تستقيل هذه الحكومة، هل فقط ستكتفون بالشعار بأنكم رفعتم شعار على الحكومة أن تستقيل، أم أنه لا بصدد اتخاذ خطوات شعبية عملية على الأرض يعني حث الحكومة على الاستقالة؟ طيب سيدي الفاضل، خليني أوضح لك نقطة مهمة. أن الشارع المصري وقت ما بيحس ويستشعر القلق بيقف عند مرحلة معينة وبينزل الشارع. الشعب المصري مش مستني ان حد يقول له انزل الشارع. الحكومة تعلم جيدا ان هي لو لم تتخذ اجراءات واضحة تجاه ما يحدث في الشارع المصري سيخرج الشعب المصري ضد هذه الحكومة وسيسقطها في ساعات. يعني الحكومة اضعف من ان هي تاخد ايام مع الشعب المصري في التظاهرات. طب بس ممكن هون يعني انا اسمح لي اني ربما اثقل عليك بالاسئلة، ولكن فقط لكي تتضح الصورة اكثر. يعني وكأنه ينقص المصريين المزيد من الدعوات لأن يسقط هذا وذاك، يعني اللي فيه بكفيه كما يقال في العامية. يعني هل يعقل أن يخرج رئيس وزراء مصر بعد ما حدث في 30 يونيو و3 يوليو لأن يتحدى إرادة المصريين ويوضح في مؤتمر صحفي أنه لا يعتبر أن هذا التنظيم الإرهابي جماعة إرهابية واضحة؟ هل يعقل أن يخرج نائب رئيس الوزراء أن يعترض على قانون أصدرته الحكومة الذي هو عضو فيها ولم يستقيل هذا نائب رئيس الوزراء؟ هل يعقل أن يخرج وزير يتحدث عن شعارات لا أكثر ولا أقل ولا يوجد منها شيء على أرض الشارع؟ أعتقد أن هذا ما هو سائل الشعب المصري. أوضح لحضرتك وأؤكد لحضرتك أن إن لم يتدخل الدكتور البردعي في تشكيل هذه الحكومة، أعتقد كانت هذه الحكومة ستكون متناغمة وتعمل على ما يريده الشعب المصري. ولكن التدخل الذي حدث ليس فقط من شخص الدكتور البردعي ولكن من الدكتور مصطفى حجازي وغيره في تشكيل الحكومة. ده اللي أدى إلى أن الحكومة لا تستطيع التناغم مع بعضها في تسيير أعمالها. إما أن تشكل كلها بفكر واحد، وإما أن تشكل بالفكر الآخر. إنما المزج في التشكيل ده اللي أحدث هذه الفرقة. هناك وزراء يعترضون بعضهم البعض على أدائهم. كيف تدخل البرادعي في تشكيل الحكومة؟ طيب تدخل الدكتور البردعي حين رفض الدكتور احمد سيد النجار كوزيرا للماليه، لان ايديولوجيته او سياسته في العمل كوزيرا للماليه تختلف مع الدكتور البردعي، وهذا ادى الى وجود الوزير احمد جلال. فبالتالي تشكيل المجموعه الاقتصاديه على راسها الدكتور زياد بهاء الدين والدكتور اشرف العربي والدكتور احمد جلال، المجموعه نفسها غير متناغمه. يعني اعتقد ان فكر الدكتور زياد بهاء الدين يختلف جذريا عن الدكتور احمد جلال عن الدكتور اشرف العربي. فبالتالي لم يحس المواطن المصري حتى الان بأي إنجاز اقتصادي على أرض الشارع. يعني خلينا نكون منطقيين وواقعيين. هناك فرق بين أن نواجه المرحلة ونتحدى المرحلة، وهناك فرق بأن ننتقد أنفسنا لكي نمر بهذه المرحلة. ما يحدث الآن من الحكومة لا علاقة له بأرض الشارع. الشارع المصري يرى أن ما يحدث من الحكومة يسير خارج نطاق إرادة الشعب المصري. من القاهرة محمد نبوي، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة تمرد، شكرا جزيلا لك.